ازيكم يا شباب؟ تخيل نفسك تتخرج من كليه الهندسه بامتياز ويبقى مصيرك انك تشتغل كول سنتر في شركه فاشله، ولما تتعين في شركه عقارات بتلاقي نفسك محطوط تحت الاختبار عشان تكسب الوظيفه. هي دي قصه مسلسلنا، يلا بينا. بيبدا مسلسل في كليه الهندسه وبنشوف مجموعه من الطلبه وهما بيتكلموا مع الدكتور بتاعهم عن مشروع التخرج، وبنعرف ان اسمه خليفه وبيطلبوا منه يكبروا عددهم عشان المشروع، فبيرفض الدكتور ساعتها طلبهم، وبيعرفوا ان كان في طالب اسمه مراد احمد الصايغ عمل نفس فكره المشروع بتاعهم واصر ينفذها لوحده. ومش بس كده، ده كمان خد امتياز، وبيحكي لهم انه كان شاطر جدا وطالب مختلف تماما لانه كان عبقري بمعنى الكلمه، وبيقول لهم انه متاكد مراد حاليا في مكان كبير. وبنشوف وقتها مراد وهو في شغله، وبنعرف انه شغال في خدمه العملاء لشركه غسالات، ومعرفش يشتغل في الهندسه عشان مش لاقي شغل في مجاله، وبيبان عليه انه مش مبسوط في شغله بسبب شكاوى العملاء اللي ما بتنتهيش، والكتير منهم بيكون متعصب وبيتلكك لاي خناقه. وساعتها بيسمعوا الاتش ار عكاشه وهو بيتكلم مع العملاء بزهق وعصبيه، فبيقرر يعاقبه وما يسمحلوش انه ياخد الاذن اللي طلبه منه اسبوع. فبيتضايق مراد عشان عنده ميعاد كمان ساعة، وبيقدر يحول مراد كل مكالمات العملاء للتليفون الخاص بيه، وبيسيب الشغل وبيروح لميعاده، واللي بيكون عبارة عن مقابلات في مجموعة شركات مختلفة لأنه بيدور على شغل جديد ويكون مناسب ليه ومجاله. لكن في كل المقابلات بيتم التقليل منه بسبب السيرة الذاتية بتاعته، أو بيصعبوا عليه شروط القبول، زي مثلا بيطلبوا منه يتكلم تركي وفرنساوي ولغات تانية، ده غير المرتب اللي بيكون أصلا قليل جدا. وبعدها بنشوف بنت اسمها لطيفة وهي في معرض العربيات وبتكلم باباها وبتشكره عشان جاب لها عربية اللي نفسها فيها، وبتركب العربية وبتمشي بيها وهي فرحانه جدا ومبسوطه، وبتمسك موبايلها وبتتصور بيه ومش مركزه مع الطريق خالص. وفجاه بتعمل حادثه والعربيه بتتبهدل، وبترجع بيها تاني للمعرض وبتشتكي ان العربيه بايظه عشان مش منطقي بعد ما تشتريها ب5 دقايق تعمل حادثه بيها، وكان عايز تغيرها. وبيضحك عليها الموظف وبيسخر منها ومن طلبها. وبالليل بيجي لمراد رساله من صاحبه علي، وبيلاقيه بعت له اعلان لشركه عقارات طالبه موظف مبيعات، وفي نفس الوقت ده بتدخل عليه مامته عشان تطمن عليه، ولما بتشوفه متضايق بتحاول تواسيه وبتدعي له ان ربنا يوفقه. وبعدها بيكون مراد قاعد مع مامته وبيحكي لها انه مش مرتاح في شغله، فبتقترح عليه انه يسيبه، لكنه بيفكر انه مديون ولازم يسد الدين اللي عليه. واول ما بتفتح معاه موضوع مشروع تخرجه اللي ما كملوش وركنه بيتضايق جدا، وبيدخل اوضته ويتفرج على مناقشه المشروع بتاعه، واللي بيكون عباره عن اسوره بيقدر المريض يعرف من خلالها التاريخ الطبي للدكتور. في نفس اللحظه دي بيمسح مراد الفيديو، وقتها بتكون لطيفه في اوضتها وبتندى عليها مامتها عشان تتعشى، فبترفض تاكل وبتكون لسه متضايقه بسبب العربيه، وبتكذب على مامتها وبتقول لها انها لسه ما استلمتهاش عشان اللون اللي عايزاه لسه ما جاش. وساعتها الحسيني زوج مامتها بيزعق لها عشان ما جاتش الشغل النهارده وضيعت اليوم. وتاني يوم الصبح بتلاحظ لطيفه ان مكتبها مقفول بيقفل، فبتنادي على عم ناجي مسؤول الامن وبتساله ليه مكتبها مقفول، فبيعرفها انهم هيجيبوا محاسب تاني غيرها، فبتتصدم ساعتها. وبيجي الحسيني وبيقول لها انه كان غلطان لما حطها في وظيفه اكبر منها، وشغلها دلوقتي هيكون في المخزن، ده غير انه خصم من مرتبها 3 ايام. وقتها بيروح مراد لمحل اجهزه الكترونيه عشان يبيع الكمبيوتر بتاعه، وبيقابل بالليل صاحبه روني وبيديله 10000 جنيه، وبنعرف ان دي فلوس خال روني عشان مراد كان مستلف منه فلوسه وبيسدد له. وفي نفس الوقت ده بتكون لطيفه مع صاحبتها دينا وبتحكي لها انها كارهه الشغل وصاحب الشغل ومش عارفه تعمل ايه، خصوصا ان عربيتها تتصلح ب100,000 جنيه وهي مش معاها الرقم ده، وبتحاول تلزق عربيتها باللزق. وبعدها بيكون روني عند حسن البقال وبيشوفه وهو بيعاقب واحد من المديونين عشان ما دفعش اللي عليه، فبيخاف روني جدا وقتها وبيدي لحسن 10000 جنيه اللي اخدهم من مراد. وبنعرف انه مستلف الفلوس دي لمراد وبيكون واخدها من حسن مش خاله زي ما قال لمراد. وفي الاثناء دي بيكون مراد في الشغل، وبنعرف انه اخد الشيفت المسائي بدل زميله شافعي عشان عنده ظروف وما كانش يقدر يشتغل، لكن عكاشه بيقرر يستفز مراد ويضايقه، حطه في الشيفت الصباحي لتاني يوم. فبيتعصب مراد من اللي حصل وبيتكلم مع عكاشه وبيعرفه انه مش هيقدر يشتغل الصبح، فبيتريق عليه عكاشه عشان ضحى واشتغل مكان زميله، وبيصر انه يجي الصبح في ميعاد ويشتغل. وبعدها بكام يوم بيروح مراد لشركه العقارات عشان عنده مقابله على الوظيفه اللي اعلنوا عنها، وبنشوف لطيفه هي كمان في نفس المكان، وبنعرف انها قدمت على الوظيفه مع مراد. ولما يدخل مراد المقابله بيستغرب كمال المدير ان مراد ما اشتغلش في المبيعات قبل كده وكده مش هيفيد الشركه في اي شيء، فبيتجاهل مراد وبيرد على موبايله، فبيفهم مراد وبياخد حاجته وبيمشي. وبعدها بيمشي كمال من الشركه وبيكون لسه باقي لطيفه ما عملتش مقابله، لكن كمال بيقول للموظفه نادين انها تاجل مقابله لطيفه لليوم الثاني. وساعتها صفي صاحب الشركه بيسال نادين ليه كمال مش هيكمل مقابلات، فبتعرفوا انه مش على طول عشان عنده شغل بره وهيعمل المقابله دي بكره، فبيقول لها صفي انه هيعمل هو المقابله لطيفه. ولما بتعرف ياسمين الشريكه ان صفي هيعمل مقابله تتضايق وبتتعصب، وبتاخد من نادين اسامي كل اللي قدموا الوظيفه وبتختار مراد بشكل عشوائي، وبتطلب من نادين تبلغه وتقبله في الوظيفه. وتاني يوم الصبح بيلاقي كمال ان ياسمين وصفي وافقوا على شخصين للوظيفه وهم محتاجين موظف واحد بس، والاثنين مصرين على اختياراتهم ومحدش فيهم عايز يتنازل. وفي الاثناء دي بيكون مراد قاعد مع عكاشه وصاحب الشركه وبيحاسبوا عكاشه على ادائه الوظيفي السيء وطريقه كلامه مع العملاء اللي كلها اخطاء. وفي نفس اللحظه دي بيوصل لمراد رساله قبوله في شركه العقارات، وبيفرح جدا وبيقول له عكاشه وصاحب الشركه انه هيستقيل. وبيروح بعدها لشركه العقارات وبيستغرب كمال جدا لما بيشوفه. وقتها بتدخل عليهم لطيفه وهي فرحانه، وبيقعد كمال مع مراد
مراد ولطيفه بيعرفوا منهم هيكونوا تحت الاختبار عشان في النهايه يختاروا واحد بس منهم. فبيتضايق مراد هو ولطيفه عشان فهموا انهم اتقبلوا في الوظيفه ويشتغلوا واستقالوا من شغلهم. فبيقول لهم كمال ان مرتباتهم هتكون عاليه جدا والوظيفه تستاهل انهم يحاولوا ينجحوا فيها، ويعرفوا ان قدامهم 6 شهور بس عشان يحققوا فيها التارجت، ولو واحد منهم ما قدرش يحقق هيمشي. وبيطلب منهم انهم يفكروا لحد يوم الاحد. وبالليل بيروح مراد لروني وبيحكي له عن شركه العقارات واللي حصل فيها وان هيكون تحت الاختبار لمده 6 شهور. فبيقنعوا روني انه يوافق لانه استقال ومش هينفع يفضل قاعد كده من غير شغل. وساعتها بيعرف مراد من روني ان الفلوس اللي اداها له كان مستلفها من حسن البقال مش من خاله. وبعدها بيكون مراد وروني قدام محل عم حسن وبيسال مراد روني ازاي استلف 150,000 جنيه من بقال، وبيصر مراد ان يخلي وصولات الامانه باسمه، لكن روني بيرفض وبيطمنه بيقول له ان عم حسن شخص طيب ومش هيأذيه. وتاني يوم الصبح بتروح لطيفه لشركه الحسيني وبتتفاجئ انه برضه شال هم مكانها في المخزن. فبتتضايق جدا وبتقول له انها اتقابلت في شغل جديد ومش محتاجه لشغله تاني. وقتها بيكون مراد قاعد مع الدكتور خليفه وبيعرفوا انه هيشتغل في العقارات. فبيتضايق خليفه جدا وبيعرفوا ان المفروض يشتغل بشهادته ويجرب مره واتنين لحد ما يلاقي حاجه تناسبه. ولما بيعرف مراد ان حبيبه البنت اللي كان بيحبها ومعجب بيها بقت شغاله معيده في الجامعه، بيخرج بسرعه عشان يروح يقابلها وبيكون فرحان جدا انه شافها، لكن بيتصدم انها اتخطبت لزميلها ونسيته. فبيتعاتبوا حبيبه عشان اختفى فجاه وسابها وكان طبيعي تكمل حياتها وتشوف مصلحتها. وبعدها بنشوف مراد وهو في عربيته وهو منهار. ويوم الحد بيروح مراد لشركه العقارات وبتوصل لطيفه هي كمان، وبيستغربوا ساعتها ان هما الاثنين هيقعدوا على نفس المكتب. فبيقول لهم كمان ان شغلانتهم مش شغلانه مكاتب، المكتب مش مهم. وبيتصرف مراد وبيجيب بلز عشان يقسم بيه المكتب نصين بينه وبين لطيفه. وبعدها في المطبخ بيكون لطيفه ومراد واقفين مع سعد الاوفيس بوي ويعرفوا انهم ما ينفعش يشربوا في اي مج من المجات دي، لان اول مجين بتوع مستر كمال واللي بعده المج بتاع حليم وده بياع شاطر جدا وبيبيع اي حاجه حتى اصحابه واهله. اما اللي بعديه بيكون المج بتاع حسام وده موظف منحوس، والمج اللي بعديه بتاع سلمى ودي شخصيه لئيمه وبتعض اللي حواليها. اما المجين التانيين اللي شبه بعض فدول بتوع ياسمين وصفيه اللي بقوا بيكرهوا وبيحاربوا بعض بعد ما اتطلقوا. وبعدها بيقعد كمان مع لطيفه ومراد وبيحكي لهم عن الشركه وانها بدات من 7 سنين وكبرت سنه ورا سنه، ويعرفوا ان اي معلومه محتاجين يعرفوها نادين هتساعدهم فيها. وبيقول لهم ان البياع الشاطر هو اللي بيحب الفلوس وبيعشقها ويدور عليها. وبعدها بتاخد نادين مراد ولطيفه عشان توريهم باقي الموظفين اللي هيشتغلوا معاهم. وبيقول لهم حليم انه اقدم واحد في الشركه وبيطلب من لطيفه تساعده في الشغل والبيعه اللي بيعملها. وتاني يوم بنشوف لطيفه وهي قاعده مع روني وبتحاول تقنعه بالوحدات اللي بيبيعها، وفي نفس الوقت ده بيكون مراد قاعد مع دينا وبيحاول يقنعها هو كمان بالوحدات اللي معاه. وبعدها بيرجعوا للشركه وبنعرف ان ده كان تدريب مطلوب منهم، وبيخليهم كمال ساعتها يتكلموا مع سعد ويقنعوه كانه مشتري. فبيبقى مراد ولطيفه يسالوا سعد وبيحاولوا يقنعوه بالوحدات اللي معاه. بعدها كمال بيقول لمراد ان اسئله لطيفه كانت احسن منه لكنه هو كان مركز اكتر منها واسع. وبالليل بيكون روني عند حسن البقال عشان يديله جزء من الفلوس وبيكون مراد مستنيه في العربيه. وبنعرف ان مراد عامل على موبايله برنامج بالذكاء الاصطناعي ومسمي الشخص اللي بيتكلم معاه شوقي، وبيساله المفروض يتصرف ازاي مع حسن البقال. فبيقول له انه من الناحيه القانونيه لازم يخلي الوصولات باسمه. فبيقرر مراد يدخل لحسن عشان يعرفه ان روني استلف فلوس عشانه، لكن ساعتها حسن بينادي على شخص في المخزن اسمه وليد. فبيحس روني ومراد بالقلق، لكن بيطلع حسن عايزه عشان يجهز له طلبات لزبونه. فبيتكلم روني مع مراد وبيطلب منه يفضل ساكت ما يتكلمش عشان لو حس انه كذب عليه واستلف فلوس عشانه هيعاقبني. وبعدها بنشوف مراد ولطيف وهما بيتدربوا على المكالمات اللي هيعملوها مع العملاء. وبيروح مراد لعميل اسمه انور وبنعرف انه مدرب كره سله لكنه شخص عصبي جدا، وبيفضل يتكلم في تليفون مع واحد من لعيبه فريق السله وبيزعق له وبيتعصب عليه. وبيطلب من مراد بعصبيه انه يوري له الشقه اللي عايز يشتريها عشان مش بيحب التفاصيل وخلقه ضيق. وفجاه بيسيب مراد وبيمشي ويتكلم تاني في التليفون. وفي الاثناء دي بيلاحظ الحسيني ان في عربيه مركونه في الجراج، فبيدخل للطيفه وبيبارك لها على العربيه وبيعرفها ان العربيه شكلها مستعمل ومش جديده. فبتتضايق منه وبتعرفه ان العربيه لسه جديده وهي مستلمها من المعرض بنفسها وبتمشي ساعتها وبتسيبه. لكن الحسيني بيقول لمراته ان بنتها بتكذب والعربيه مخبوطه ومرشوشه. وبتكون لطيفه في اللحظه دي سامعه كل حاجه وبتتوجع. وتاني يوم في الشركه بيكون مراد قاعد بيتدرب على الاسئله اللي هيسالها للعملاء بتوعه. وبتتكلم لطيفه مع حسام وبتعرفه ان العميل اللي هيجي هيخلص ويشتري على طول. وساعتها بتتضايق سلمى جدا وبتغير منها. وبعدها بشويه بيقعد مراد مع العميل بتاعه وبنعرف ان اسمه شاكر وبيكون جايب ولاده الاثنين معاه. وبيحاول مراد انه يقنع شاكر بالبيعه لكن ولاده بيكونوا اشقياء جدا وبيخلوا مراد مش عارف يركز. وبيتفاجئ مراد ساعتها ان شاكر عايزه يقنع ولاده بالبيعه لانه بيحب يشاركهم في كل حاجه. فبيضطر مراد انه يحاول يقنع الطفلين عشان يبيع. وفي نفس الوقت ده بتستقبل لطيفه عميل اسمه علاء، ومجرد ما بتروح عشان تعمل له النسكافيه بتلاقي سلمى قعدت معاه. فبتنده لها وهي متعصبه وبتسالها ليه قاعده مع العميل. فبتمثل سلمى دور الطيبه وانها قاعده مع العميل عشان تقنعه بالبيع عشان تساعد لطيفه، بس للاسف بتصدقها لطيفه وبتثق فيها. وقتها بيتكلم حسام مع كمال وفي قمه غضبه عشان حليم سرق منه العميل بتاعه اللي بقاله 4 شهور بيقنع فيه. وبيدخل على حليم وبيتخانق معاه قدام العميل وصوتهم بيعلى. وساعتها شاكر وولاده بيمشوا بسبب الصوت العالي والخناق. وبعدها بيجتمع كمال مع كل الموظفين ويعرفوا ان اللي حصل النهارده غير مقبول ويمنع يتعاملوا مع بعض في مشاكل. لكن مراد بيكون متضايق عشان العميل اللي كان معاه مشي بسبب الخناق. وبيطلب كمال من الكل انهم يرجعوا مكاتبهم
كاتبهم ما عدا حليم وحسام، وبيقول لهم ان اللي هيحقق التارجت الشهر ده هيخليه الليد، وبيخلي حليم يطلع بره عشان يقعد لوحده مع حسام، وبيلوم عليه على اللي حصل وعلى الخناقه اللي عملها وعلى كسله وشغله متاخر طول الوقت. وبعدها بيعرف مراد والباقيه من سليم ان حليم شاف حسام دلوقتي وهو بيشرب سيجاره حشيش، فبيروح بسرعه عشان يحذر حسام. وبعدها بنشوف حليم وهو بيقول لي كمال ان حسام بيشرب سيجاره حشيش، لكن كمال بيلاقي حسام بيلعب بينج بونج مع مراد، فبيتضايق جدا من حليم عشان فهم انه عايز يوقع حسام ويخلص منه. وبالليل بتكون لطيفه قاعده مع دينا وبتعرفها ان بابا عرف بموضوع العربيه وقرر يمنع عنها المصروف. تاني يوم الصبح بيكون مراد مع الكابتن انور عشان يوري الشقه زي ما طلب منه، لكنه برضه بيكون متعصب وبيسيبه فجاه وبيمشي. وبالليل بيعرف مراد ان شركه الغسالات اللي كان شغال فيها قرروا ما يدوش مرتبه، فبتحاول مامته تهديه عشان متضايق وبتقول له وبتقترح عليه انهم يبيعوا العربيه، لكن مراد بيرفض لان العربيه دي كانت بتاعه باباه. وتاني يوم بيكون مراد عند روني وبيجي زيزو صاحب روني وبيقعد معاه وبيطلب من مراد انه يعمل له مشروع التخرج بتاعه وهيديله الفلوس اللي هو عايزها، فبيتصدم مراد من طلبه لان ده اسمه غش وبيرفض يعمل حاجه زي دي. وتاني يوم الصبح بيكون مراد وروني بيحضروا ماتش فريق الكابتن انور عشان قال لمراد ان لو فريقه كسب هيمضي معاه على العقد على طول، لكن بسبب عصبيه انور بيطرد من الملعب وبيتصل بمراد عشان يدير هو الفريق مكانه، فبيضطر يسمع كلامه عشان العموله بتاعته ما تضيعش. ولكن الفريق للاسف بيخسر وبتيجي عربيه الاسعاف وبتشيل انور عشان اغمى عليه من العصبيه. وتاني يوم بيروح مراد للشركه ومتضايق جدا وحاسس بالياس، وبيزعله كمال عشان البيعه ما تمتش وكده ال6 شهور هيخلصوا من غير ما يحقق التارجت. وبعدها كل الموظفين بيكلموا العملاء عشان يقنعهم بالوحدات اللي هتتباع، لكن ما حدش منهم بيرضى يشتري. ولما بيقعد كمال مع الموظفين بيزعلهم عشان ما حدش فيهم حقق اي بيعه كبيره لحد دلوقتي، فبيقول لمراد ان الداتا بتاعه العملاء اللي معاهم كلها اشخاص مش مهتمين بالعقارات وحالتهم الماديه متوسطه. وبتقترح لطيفه ساعتها انهم يهتموا شويه بالسوشيال ميديا عشان اكيد هتفرق معاهم في البيع. وفي نفس اللحظه دي بيدخل عليهم سعد وبيقول لمراد ان في عميله عايزاه، فبيروح عشان يشوفها وساعتها بيتفاجئ لما بيلاقيها مامته وبتمثل انها عميله عشان تقدر تساعده في عدد المقابلات اللي المفروض يعملها، لكن مراد بيطلب منها ان تمشي عشان اللي بتعمله ده مش صح. وفجاه بيدخل عليهم كمال فبتنتهز مامه مراد الفرصه عشان تمدح في ابنها وتقول عنه موظف شاطر جدا وانها تشتري منه هو بس عشان اسلوبه وطريقته. وبالليل بيروح روني لحسن البقال عشان يديله باقي فلوسه، لكنهم المره دي بيكونوا ناقصين وياخد حسن موبايل روني كرهن لحد ما يرجع الفلوس الناقص وبيمضي على وصلين امانه زياده. وبعدها بتكون صاحبه الشقه اللي مراد ومامته مأجرينها عندهم في البيت عشان تعرفوا ان الايجار زاد، ويتصدم مراد ومامته وبيقرروا انهم يدوروا على شقه تانية. وتاني يوم في الشركه بيعرض حسام على لطيفه انها تنزل معاه مقابله من المقابلات عشان يساعدها تتعلم اكتر، فبتفرح جدا لطيفه وبتشكره. وبالليل بيتعصب مراد لما بيعرف ان حسن خد من روني موبايله راهن، وبيعرفوا روني انهم لازم يسمعوا كلام حسن لما هيتبهدلوا، وبيطلب منه يفكر تاني في موضوع مشروع التخرج بتاع زيزو عشان ده اللي هيجيب لهم فلوس بسرعه تخليهم يسددوا الدين ويخلصوا من حسن ومن ذنبه. وتاني يوم بيلفوا مراد ومامته على شقه جديده ولما بتعجبهم حاجه بيلاقوها غاليه جدا، ده غير ان صاحب الشقه مش بيأجر شقته غير لدكاتره، فبيطلب مراد من السمسار انه يشوف لهم شقه تانية. وفي الاثناء دي بتكون لطيفه مع العملاء بتوع حسام وبتتصل بيه عشان تستعجله لانه اتاخر، فبيعرفوا انه تعبان ومش هيجي، وبيطلب منها تتعامل هي مع العملاء وكانهم بتوعها، فبتقعد لطيفه معاهم وبتحاول تقنعهم بالبيع. وبتلاحظ انهم بيخافوا جدا من العين والحسد وبيقعدوا يحكوا لها عن الحسد واللي عملوا فيهم. ولما بترجع للشركه بتلاقي حسام فبتقعد تحكي له اللي حصل، وبيفاجئها حسام ان البيعه دي هتكون بتاعتها خلاص لان هي اللي قعدت معاهم مكانه وظبطت الدنيا، لكن لطيفه بترفض عشان حسام تعب معاهم لحد ما اقنعهم بالفيلا، وبتتفق معاه انهم ممكن يقسموا الارباح ما بينهم. وبعدها بيكون مراد قاعد مع واحد من العملاء اسمه عبد الله وبيفضل يقول انه يعرف كل الفنانين وكلهم صحابه وعايزين يشتروا الفيلا اللي جنبه، فبيفرح مراد جدا وبيحس ان الحظ ضحك له. وقتها بتقابل لطيفه العملاء بتوع حسام عشان يمضوا العقد، لكن ساعتها كاوتش العربيه بينام فبيتشائموا وبيحسوا ان ده حسد وبيرفضوا يشتروا الفيلا خلاص وبتبوظ البيعه. وبعدها بيخرج مراد مع عبد الله في مطعم فخم وبيطلب كل منيو ساعتها، وبعدها بياخد كل الاكل معاه وبيهرب وبيسيب مراد لوحده في المطعم عشان ما يحاسبش، وبيفهم مراد ساعتها انه نصاب وبيضطر وقتها يدفع الفاتوره كلها للمطعم. وتاني يوم بيكون مراد مع روني وزيزو وبنعرف انه وافق يعمل لزيزو مشروع التخرج عشان محتاج للفلوس، لكن زيزو بيقرر يستغلهم عشان مراد يعمل له كل مشاريعه وبيديهم ساعتها جزء من الفلوس. وبعدها بتشوف لطيفه وهي قاعده مع ياسمين وبتديها شويه نصايح في اداره السوشيال ميديا بما انها درست تسويق وعارفه حاجات عنها، لكن ياسمين بتتضايق وبتطلب منها تركز في شغلها احسن. وساعتها بيكون مراد قاعد مع مروان موظف الاي تي وبيعرفين انه بيحب نادين لكنه مش قادر يعترف ليها بحبه. وفي نفس اللحظه دي بيدخل عليهم صفي وبيزعل مراد عشان سايب شغله وبيقول مروان السيستم واقع، لكن مروان ما بيعرفش يحل المشكله وبيقدر مراد يصلح له السيستم ويساعد مروان. وفي اللحظه دي بيلاقي مراد حبيبه بتتصل بيه فبيتصدم وقتها وبيروح يقابلها وبيعرف انها اكتشفت ان في طالب في الجامعه اسمه زياد وشهرته زيزو بيعملوا نفس مشاريعه بالظبط وبيكتب بنفس طريقته واسلوبه، والموضوع ده مستحيل يكون صدفه، وبتسال اذا كان يعرفه وبيساعده مثلا، فبيتوتر مراد وبيمثل انه اتضايق من كلامها وبيسيبها وبيمشي. فبيروح لروني وبيتخانق معاه بسبب اللي حصل لانه شكله قدام حبيبه كان زي الزفت، وبيطلب منه يرجع لزيزو فلوسه عشان مش هيكمل في الطريق ده. وفي الشركه بتكون لطيفه قاعده مع واحد من العملاء اسمه فؤاد وبيحكي لها انه عايش في الكويت ومامته بتزن عليه وبتدور له على عروسه وقدامه اسبوعين بس عشان يلاقي فيهم عروسه، وبيلمح لطيفه انه عايز يتجوزها
وتاني يوم في الشركة بيجمع كمال كل الموظفين عشان يكلموا عن معرض العقارات، وده معرض بيجمعوا فيه كل المستثمرين والعملاء، ودي هتكون فرصة كويسة ليهم عشان يبيعوا وحداتهم ويشتغلوا. وبيطلب كمال من لطيفة انها تجيب شهادتها لان ورقها ناقص ولازم يكمل. فبتتوتر لطيفة جدا. لما بيجي يوم المعرض بيكتشف كمال ان مسؤولين الدعاية ميعادهم لسه بكرة، فبيقرر يتصرف وبيخلي مراد ولطيفة هما اللي يوزعوا الورق على الناس، لكن محدش بيعبرهم نهائي. وتاني يوم في المعرض بيزعق كمال لمراد ولطيفة عشان مش عارفين يبيعوا، وساعتها بيوصل فؤاد ومامته، فبتفرح عشان العميل بتاعها جه. لكن لطيفة بتكتشف ان فؤاد ومامته بيلمحوا لها بالجواز، فبتتصدم وبتمشي. وبعدها بتتصل ياسمين بكمال وبتبلغه ان ابوه صفي توفى، فبيتصدم من الخبر وبيتضايق. وبيقرر مراد ولطيفة انهم يروحوا للجنازة، لكن عربية مراد بتبوظ وبيضطر يركب مع لطيفة. في العزاء بيكون مراد متضايق جدا وبيعيط، وبتحاول لطيفة وهم راجعين في الطريق تعرف ان مراد ليه متأثر قوي بموت ابو صفي، فبيفضل مراد ساكت وبيطلب من لطيفة انها تغير الموضوع. وثالث يوم في المعرض بيلاقي مراد عميل اسمه عبد المحسن بياخده بره المعرض وبيوري له الموجود في شنطة عربيته، وبيتفاجئ مراد ساعتها ان شنطة العربية مليانة فلوس، وبيقول له عبد المحسن ساعتها انه قرر يشتري خلاص. وبعدها في المعرض بتشوف لطيفة واحدة صاحبتها اسمها جيدة، وبتستغرب لطيفة ازاي شغالة وهي لسه ما اتخرجتش من الجامعة، وبيكون وقتها مراد سمعهم وبتتوتر لطيفة وبتخاف. وتاني يوم في الشركة بتطلب ياسمين انها تقعد مع لطيفة، فبتخاف لطيفة جدا وبتحس ان سرها اتكشف، وبتطلب من ياسمين انها هتمشي في هدوء لانها مش عايزة شوشرة وفضايح. فبتستغرب ياسمين من كلامها وبتعرف انها جايباها عشان تعرف منها ليه ما باعتش اي حاجة لحد دلوقتي. فبتطمن لطيفة وبتفهم ان مراد حافظ سرها وما قالش لحد، لكن ياسمين بتديلها مهلة لاخر الشهر عشان تبيع وتثبت جدارتها، والا هيضطروا يمشوها. وتاني يوم بيجتمع كمال بالموظفين وبيعرفهم انهم هيقدموا تقرير كل اسبوع مش كل شهر، لانه شايفهم مش بيشتغلوا وكسلانين بقالهم فتره. وبعدها بيكون مراد في الحمام وبيجيله اتصال من عميل اسمه اسلام، وبيكون عايز يخلص معاه الفيلا اللي عرضها عليه عشان موقعها مميز. فبيفرح مراد جدا وبيخرج من الحمام بسرعه لما بيعرف انه وصل للشركه، وبيرحب بيه وبيعرفه على كمال. لكن كمال وقتها بيفاجئ مراد ان الفيلا دي اتباعت خلاص لان حليم جاب عميل واشتراها. وبعدها بيتصل حليم بمراد وبيعرفوا انه ممكن يسيب له البيعه دي مقابل خدمه هيقدمها له، فبيفهم ان حليم وراه حاجه. وتاني يوم لطيفه وهي في الجراج بتلاقي فؤاد جايب لها ورد وعايز يرتبط بيها بالعافيه، فبتزعله عشان يبعد عنها. وساعتها فؤاد بيتعصب وبيغلط فيها، وفي نفس اللحظه دي بيضربوا مراد وبياخد لطيفة يشربها عصير عشان تنسى اللي حصل، وبيسألها ليه هتمشي آخر الشهر من الشركة، فبتعرف إن هو السبب عشان افتكرت إنه لما عرف إنها ما اتخرجتش من الجامعة هيروح يقول لياسمين وكمال. فبيقول لها إنه أكيد مش هيعمل كده معاها، وبيفكرها إنها شاطرة في التسويق وعندها أفكار حلوة فممكن تستخدم الأفكار دي وتسوق للوحدات اللي معاها، وبيعرض عليها إنه يساعدها. وبعدها بتصور لطيفة فيديوهات بتتكلم فيها عن الوحدات اللي معاها، وبيكون مراد هو اللي بيصورها. وبعدها بيقول كمال للموظفين إنه مسافر في الشغل، وبيخلي حسام يكون مكانه لحد ما يرجع، وده بيضايق حليم جدا. وبعدها بيكون زيزو قاعد مع حبيبة وهي بتحقق معاه بخصوص مشروع التخرج بتاعه، وبتهدده ان لو ما قالش مين اللي عمله هتسقطه. فبيضطر زيزو انه يعترف ويحكي لها على اللي حصل. وقتها بيكون مراد عند حسن البقال ويعرفوا انه عايز يخلي الوصولات باسمه لان روني استلف منه الفلوس عشان يساعده. في نفس الوقت ده بيجي روني وبيتفاجئ بوجود مراد، لكن مراد بيصدمه ساعتها لما بيعرف من حسن ان عليه 170,000 مش 150، فبيعرف روني انه مضى على وصل وسدد منهم 5 وبقاله 15. فبيتصدم مراد اكتر ولما بيكون في عربيته بيلاقي حليم بعت له رساله وبيشمت فيها عشان الفيلا اتباعت لانه ما نفذش اللي طلبه منه. وفي نفس اللحظه دي بيتصل بيه الدكتور خليفه وبيطلب منه يروح له بكره الصبح ضروري، فبيقلق مراد جدا. وتاني يوم الصبح بيروح مراد لمكتب الدكتور خليفه، وقتها بيتصدم لما بيشوف قدامه حبيبه وزيزو قاعدين مع الدكتور خليفه، ويفهم خلاص ان اللي عمله اتكشف. وبيساله الدكتور خليفه اذا كان بيبيع مشاريع تخرج للطلبه، فبيتكلم حبيبه وبتقول للخليفه انها قعدت مع مراد وواجهته لكنه انكر، فبيعترف مراد ان هو اللي عمل مشروع زيزو، وبيعتذر لخليفه بندم وحزن وبيمشي على طول. وقتها في الشركه تلم لطيفه حاجتها عشان تمشي، تفضل مستنيه مراد يرجع عشان تديله مفتاح المكتب، ولما بيتاخر بتقرر تمشي وبتسيب المفتاح مع حسام. وبيبان على سلمى في اللحظه دي انها فرحانه عشان لطيفه هتمشي. ووقتها بتيجي نادين وبتقول لطيفه ان في عميل من العملاء بتوعها عايز يقابلها، فبتفرح جدا وبتتفاجئ ان العميل عايز يمضي خلاص على الوحده اللي عرضتها عليه، فبتفرح جدا. ووقتها بيكون مراد مع روني وبيتخانق معاه لانه طلب منه ما يديش لزيزو المشاريع بتاعه التخرج ويرجع له فلوسه، وبيطلب منه ما يتدخلش تاني في اي شيء يخصه. وفي الاثناء دي بتتكلم لطيفه مع نادين تطلب منها ما تقولش لحد على موضوع الشهاده بتاعتها، فبتوافق نادين ان ده هيكون سر ما بينهم. وفي نفس الوقت ده بيكون صفي متعصب جدا وبيطلب من نادين توصل لكمال باي طريقه عشان عايزه. وتاني يوم في الشركه
بتلاحظ لطيفة ان مراد ما جاش، فبتعرف الحساب انه واخد اجازة، وساعتها بتاخد رأيه في الهدية اللي جابتها لمراد عشان تشكره ان ساعدها في الشغل، وبتقترح عليه انه تروح له البيت وتديله الهدية، فبيشجعها حسام انها تعمل كده. وقتها بيكون كمال مع صفي في مكتبه، وبتكون ياسمين هي كمان موجودة، وبيدخل عليهم شخص اسمه سباعي بيشتغل سمسار، وبيقول لصفي وياسمين ان كمال بيسرب له كل الداتا بتاعت العملاء بتوعهم. وبيتصدم كمال مين اللي بيقوله انه اساسا ما يعرفش سباعي وعمره ما شافه، لكن صفي بيكون باين عليه انه مصدقه ان الداتا كلها مع كمال ومحدش بيقدر يتحكم فيها غيره، وبيقرروا وقتها انهم يرفضوا كمال. وبعدها بشويه بيوصل عميل للشركه وبيزعق وبيكون عايز سلمى عشان نصبت عليه وبعت له وحده بمواصفات غير حقيقيه. وقتها بيقرر حسام يتدخل عشان يحل المشكله، وبعدها بيكون روني بيتصل بمراد لكن مراد بيتجاهله ومش بيرد عليه، وساعتها بتدخل عليه مامته، واول ما بيتصل بيها روني بتخلي مراد يرد عليه. وقتها روني بيطلب من مراد ينزل له ضروري، فبينزل مراد وبيلاقي روني بيتخانق مع شباب كتير، فبيحاول يحل المشكله. وساعتها بيشوف لطيفه جايه لكن روني بيخبطه في عينه بدون قصد. وفي البيت بتديله لطيفه الهديه، وبيبان على مامته انها معجبه بلطيفه وفرحانه ان ابنها ممكن يرجع يحب من تاني. وتاني يوم في الشركه بيتفاجئوا لما بيلاقوا كمال ساب الشركه ومسك مكانه حليم، وحليم بيعرفوا انه مش هيمشيهم بعد 6 شهور زي ما كمال كان هيعمل، وده هيتوقف على مدى مساعدتهم ليه. وبعدها بتكون سلمى متعصبه عشان حليم قال لصفي وياسمين على اللي حصل، وبتحط همها كله في لطيفه، وبتكون مش مصدقه انها تمشي وهي خبره سنين في مجال العقارات، وواحده ما عندهاش خبره هي اللي تقعد. فبيرد عليها مراد وبيدافع عن لطيفه، وده بيخلي لطيفه تفرح وتحس بالاعجاب ناحيه مراد، وبيكون مراد هو كمان معجب بيها. وبالليل بيخرج مراد ولطيفه مع بعض وبتعرفوا انها اتصلت بكمال وقعد يحلف انه ما عملش حاجه ومظلوم. وفجاه بيشوف مراد في حاجه بيقول لها انه عارف مين الشخص اللي عمل كده وعايز ياخد مكان كمال، وبيعرفوا انه حليم لانه معاه كل الارقام السريه بتاعت كمال، ده غير انه بيقدر يغير اسامي الشريحه. وبيقرروا وقتها مراد ولطيفه انهم يساعدوا كمال، بس لازم يلاقوا الدليل اللي يثبت ان كمال مظلوم. وبعدها بيروح مراد لزيزو عشان يرجع له فلوسه بتاعه المشروع، لكنه بيعرف ان روني رجعهم خلاص. وفي نفس الوقت ده اللي شغال عند حسن البقال اللي راكب موتوسيكل بتاع روني، فبيروح له المحل وبيكون معاه روني، وبيعرف ان حسن خد الموتوسيكل بتاع روني مقابل انه يديله فلوس اللي هيرجعها لزيزو. وتاني يوم في الشركه بيكون مراد قاعد مع مروان وبيجهزوا الخطه اللي هيهكروا بيها موبايل حليم، وبعدها بيعرض مراد هو ولطيفه على حليم انه يخرج معاهم، فبيوافق وبيفرح جدا. وبالليل بيروح للمطعم بتاع دينا صاحبة لطيفة، وبيكون مراد مجهز له لينك لحليم عشان يفتحه بحجة انه هيلاقي عليه منيو الاكل. واول ما حليم بيفتح اللينك ده بيتهكر موبايله كله. وتاني يوم بيروح مراد ومروان ولطيفة لصفي وياسمين وبيسمعهم كل المحادثات اللي بين حليم وسباعي، وبيكون متفق معاه فيها انهم يوقعوا كمال عشان حليم ياخد مكانه، وبيقولوا له كل التحويلات المالية اللي ما بين حليم وسباعي، ده غير ان حليم كان معاه الارقام السريه بتاعه اجهزه كمال. وبعدها بيواجه صفي حليم بكل الادله اللي معاه، لكن حليم بينكر كل ده، فبيهدده صفي لو ما اعترفش هيخلي كل اصحاب شركات العقارات يرفضوا يشغلوه. فبيخاف حليم وبيحس ان كده خلاص مفيش مخرج، وبيدخل عليهم في اللحظه دي كمال. وساعتها صفي بيعتذر لكمال على اللي حصل، وبيكون حاسس بالذنب عشان ما صدقوش وظلمه. اللي هيقرر يعمل ايه مع حليم، ووقتها كمال بيهين حليم بالذوق، وبيعرفوا انه ما شافش حد في حقارته قبل كده، لكن حليم بيرد عليه وبيقول له هو اللي نجح ونجح شغله مهارته وذكائه، وبيتكلم عن نفسه بغرور. وفي اللحظة دي بيقرر كمال يرفض حليم من الشغل، وبعدها بيلم حليم حاجته من على مكتبه، لكن حسام وسلمى بيتريقوا عليه وبيسخروا منه وبيكونوا شمتانين فيه لان اذاهم كتير في الشغل. لكن ساعتها مراد بيطلب منهم يسكتوا وبيمشي حليم وهو حزين ومكسور. وبعدها بيرحب كل الموظفين برجوع كمال وبيشكرهم، وبيطلب منهم انه يقعد معاه مراد ولطيفة، وبيشكرهم عشان اظهروا براءته وساعدوه، ويدوم ساعتها رقم لأهم عميل عنده، وبيعرفوا انه هو عايز يشتري اكتر من وحده، واللي هيوصل له الاول هيحقق التارجت واكتر من التارجت كمان. فبتسال لطيفه ايه اللي هيحصل اللي مش هيوصل للتارجت بتاعه، فبيعرفها كمان انه هيمشي عشان مش هيكونوا محتاجينه. وبعدها بيبدا مراد ولطيفه يحاولوا يوصلوا للعميل، وبنعرف ان اسمه مهاب سالم، وبتكتشف لطيفه انه صاحب دينا صاحبتها، وبيبقى كمان اخو ندى صاحبتهم. اما مراد فبيروح لمهاب الشركه زي ما اتفق معاه، لكنه بيلاقيه مش موجود، فبيتصل بيه ويطلب منه مهاب انه يروح له النادي. ولما بيوصل مراد للنادي بيلاقيه برضه مش موجود، وبتوصل له ساعتها رساله منه بيعتذر له فيها انه بيضطر يمشي عشان عنده ميعاد مهم. وقتها بيكون مهاب مع لطيفه بعد ما اخته وصيته عليها ويظبط معاها كل حاجه، وبتشكرها لطيفه جدا عشان اهتمت بالموضوع. وبيبان وقتها على مهاب انه مهتم بلطيفه ومعجب بيها جدا، وبيعرف انهم النهارده مش هيتكلموا في الشغل عشان عايز يعزمها على الغدا. وبعدها بتتصل لطيفه بمراد عشان تحكي له اللي حصل، فبيشرح لها مراد وبيبارك لها مقدما. وفي نفس الوقت ده بيجي له اتصال من شخص اسمه عبده سيطره، وبيعرف منه انه عايز يشتري منه وحده. ولما بيروح له العنوان بيتفاجئ ان روني قاعد معاه، وبيقول عبده المراد ان معاه 1,500,000 جنيه وعايز يشتري بيهم اي حاجه. فبيعرفوا مراد ان المبلغ ده قليل جدا
جدا لان اقل واحده هتكون ب5 مليون. وتاني يوم في الشركه بيكون مراد قاعد مع عميل، والعميل ده بيعرض عليه انه يعمل معاه خطه مقابل عمولته تزيد. فبيستغرب مراد من كلامه، وفي نفس الوقت ده بيتصل روني بمراد وبيقول له ان عبده سيطره رجع في كلامه مش هيشتري. فبيتصدم مراد وبيحس بالياس وبيقرر يوافق على العرض، لكن فجاه القلم اللي في جيبه بينفجر وبيبوظ في قميصه كله، وبيدخل الحمام عشان ينضفه، بيكون منهار ومتضايق، وبيطلع العميل وبيرفض عرضه وبيرجع في كلامه. وبعدها بيكون مراد عند كمال في المكتب اللي بينصحه ساعتها انه يجرب يبيع من الوحدات التجاريه عشان يقدر يحقق التارجت زي لطيفه. وبعدها بيكلم مراد لطيفه ويعرف منها انها مش هتيجي الشركه، وبتعرض عليه يتقابلوا سوا في النادي. وفي النادي لما بيوصل مراد بيلاقي لطيفه قاعده مع مهاب وبيديها ورده وبيعملها بلطف، فبيحس مراد بالغيره وبيمشي. وبالليل بتفضل لطيفه تتصل كتير بمراد لكنه مش بيرد عليها، وتكون وقتها خارجه مع مهاب وبتتفاجئ انه جايب لها هديه، وبتتكلم معاه في الشغل وبيتفقوا انهم يروحوا السخنه عشان يشوفوا الكومباوند هناك. وتاني يوم في الشركه بيلاحظ حسام ان مراد مش بيرد على لطيفه، وبتيجي نادين تسال عنها عشان ما جاتش للشركه، فبيتصل بقى حسام عشان يطمن عليها، وبيعرف منها انها في السخنه مع مهاب عشان بيمضوا العقود. فبيتضايق مراد وبيغير اكتر وبينزل لعربيته منهار جدا. وبعدها بيوصل ابو لطيفه وبيقعد معاها هي ومامتها، وبيقول للطيفه انه جاي يشوف تصرفاتها عشان عارف ان عليها اقساط كبيره لتصليح العربيه وما دفعتهاش لحد دلوقتي، وبتكذب طول الوقت عليهم وبتخبي عنهم حاجات كتير، وبيقرر ياخدها مع الامارات. وبالليل بتكون لطيفه مع مهاب وبيفاجئها انه معجب بيها، فبتتصدم وبتعرفه انها مش معجبه بيه ولازم ينسى الموضوع ده، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم الصبح بتكون لطيفه مع باباها العربيه وبيفهمهم انهم رايحين يظبطوا ورق سفرها وعايز منها شهاده تخرجها. توتر لطيفه وبتحاول تهرب منه، لكن باباها بيصر على كلامه، فبتعرفوا ان مفيش شهاده لانها ما اتخرجتش، وبتعرفوا ان ده بسبب مشكله حصلت لها في اخر ترم مع واحد من الدكاتره. فبيتضايق باباها انها كانت مخبيه عليهم حاجه زي دي. وبعدها تروح لطيفه للشركه، وساعتها بتكون في الاسانسير وبيجي مراد بالصدفه وبيركب معاها ويفضل يتجاهلها كانه ما يعرفهاش. وفجاه الاسانسير بيعطل بيهم، وبتساله لطيفه وقتها مراد ليه ما بيتجاهلها ومش بيرد عليها، فيفضل يستفزها وبيلمح لها انها مستعده تبيع اي حد عشان تحقق التارجت وتخرج وتسهر وتضحك مع العملاء. فبتتصدم لطيفه انه شايفها بالاخلاق دي وبتقول له انها مش عايز تعرفه تاني، فبيزعلها مراد ويقول لها هو كمان مش عايز يعرفها تاني. وبعدها بيتصل مراد بروني ويعرفوا انه خلاص قرر يبيع العربيه. ثاني يوم الصبح بيقرر روني يبيع الموتوسيكل بدل العربيه، ونعرف انه سرق الموتوسيكل بتاعه من حسن البقال. وفي نفس اللحظه دي بيجي وليد وبيلاحقهم، وبيخاف روني ومراد وبيحاولوا يهربوا منه، وساعتها بيخبط مراد العربيه وبيتضايق وقتها جدا عشان مش معاه اي فلوس يصلحها بيها. وبيروح مراد للدكتور خليفه وبيتكلم معاه عشان مخنوق ومش عارف يتصرف ازاي. فبيقول له خليفه انه مبسوط عشان دي اول مره يشوف فيها بيطلب مساعده من حد، انه طبيعته انه بيفضل يعند وبيحل مشاكله لوحده يا اما يتقمص وبياخد جنب. وبيفكره لما وقف مشروع التخرج بتاعه فضل شهرين يحاول يوصل له، حدا حبيبه رفض يقربها منه في اكتر وقت كان محتاجها فيه، ومش هينفع كل ما يحس انه ممكن يفشل ينسحب لانه لازم يجرب يفشل عشان يتعلم. وتاني يوم لطيفه بتبلغ مامتها انها قررت تسافر مع باباها، ولما بتوصل للشركه بتتفاجئ بمهاب قاعد مع كمال وبتعرف انه ماضي العقد بتاع الوحدات كلها، وبتكون فرحانه جدا عشان افتكرت انه زعل منها وصرف نظر عن البيع. وبعدها بيكون مراد مع روني وبيعرفوا انه ظلم لطيفه وطلع كان كمال معاها هي ومهاب لما كانوا في السخنه. وفي نفس اللحظه دي بيتصل بيه عبده سيطره وبيعرفوا انه بقى جاهز خلاص وهيشتري الوحده. بيفرح مراد جدا، وتاني يوم بيمضوا العقود بحضور كمال. ومن بعدها مراد بيكون عنده حماس للشغل. وفي يوم بيكون مراد قاعد مع عميل اسمه خالد وبيقدر يقنعه انه يشتري، وساعتها خالد بيفتكر انه شاف مراد قبل كده لما عرض عليه مشروع تخرجه، فبيعرفوا ان المشروع عجبه جدا، بس استغرب مراد وقتها لانه مرضاش ساعتها يستثمر فيه. فبيعرفوا خالد انه ما شافش في عينه وطريقه الحماس اللي كان بيتكلم بيها دلوقتي عن الوحدات اللي بيبيعها، وبينصحه بيقول له ان الحماس والاصرار بيفرقوا جدا في نجاح. وقتها بتكون لطيفه قاعده مع باباها ومامتها ويطلبوا منهم مش بيسمعوها انها اتغيرت بسبب طلاقهم لانها كانت زعلانه وتايهه، ولكن ما حدش فيهم كان مهتم او شايفها. وبالليل بتكون لطيفه قاعده مع دينا، وفجاه بتلاقي مراد جاي ونعرف انه اتفق مع دينا عشان يقابل لطيفه ويصالحها. ولطيفه بتفرح لانها كانت عايزه هي ومراد يتصالحوا. تاني يوم في الشركه بنعرف ان مراد قدر يحقق التارجت، وبيكون كمال فرحان بيه، واول ما بيقبض مرتبه ارباحه بيروح يدفع بدينه لعند عم حسن. وفي يوم بيكتشف مراد اللطيفه معاها عبد الله العميل النصاب، وبيقرروا يروحوا له، وبيكون معاه مروان وحسام وروني، وبيخطط انه ينتقم ويعمل نفس اللي عمله فيه، وبيطلب كل المنيو اللي في المطعم وبياخد صحابه وبيمشي ويسيب عبد الله يحاسب. وتاني يوم بيتكلم كمان مع مراد ولطيفه ويعرفوا ان هما الاثنين هيكملوا، لكن مراد بيعرفوا انه خلاص هيفتح شركته الخاصه. ومن بعدها بيروح مراد لقبر باباه وبيقرا له الفاتحه لاول مره، لانه من بعد موته حصل له صدمه ورفض يروح يزوره في المقابر. وبعد 6 شهور بنشوف مراد وهو بيناقش فكره مشروع تخرجه من تاني، وبيعرض على المستثمرين لكنهم وقتها مش بيقتنعوا قوي بالمشروع، فبيحصل مراد بالاحباط من تاني وبيلم حاجته وبيمشي. لكن فجاه بيفتكر ان لازم يكون عنده اصرار وحماس، وبيرجع تاني للمستثمرين عشان يتكلم معاهم. كده يكون خلص مسلسلنا، يا رب يكون عجبكم، وما تنساش الاشتراك في القناه. بس كده.